إلى متى إلى متى عاذل التجريح والغضب؟ إلى متى عاذل التجريح والغضب؟ لولا اللسان لما أبدى الأذى العتب. فدعك من علة الأوهام تنشرها، ففي مياديننا لا ينفع الصخب. وما جنيتم من الأوزار مذ زمن أيجتنى عندكم من سدرة عنب. عار عليكم إذا جرحتم علما ذو قيمة جهبذ تعلو به الرتب. فكيف ينتقد الأعلام إمعة تقتاده فلسفات جلها ريب؟ غيرة أحرقت قلبا رأى أفقا رحب المدى حوله قد نصبت شهب. فما درى قاذف الأعراض عاقبة سوداء بالسوء حتى مسه اللهب. فما لقول العدا برهان يفحمنا إلا أراجيف يبدي زورها الكذب. وهل يرى ما نرى بالحدس ذو سفه في بوح ملحمة نفضي بما يجب؟ ردا يحرر ذاتي من متاهتهم من جداول بوح الوجد ينسكب. شتان ما بين صقر الفتك في أفق وبين فرخ صغير شابه الزغب. هيهات أن تستوي باللورة كسرت بالدر كل له بالمحتوى لقب. إن الحصاة لها دور تقوم به قد يستقيم بها بنياننا الخارب. لكن جواهرها من عسجد صنعت للنائبات كنوز الدهر تكتسب. أحلامنا أثمرت أدبا بقافية خلاقة يستسيغ المجتمع الضرب. ما صرت خاطرة إلا ارتقت شرفا كأنها في سما بيدائهم سحب. قصيدة طلقت كل يراودها عن نفسها شغفا لم يقبل الطلب. إذ جلهم يدعي أن الخريدة له من منهم يا ترى يرضى به النسب. فلم نجد حية في جيد مرهفة تبقى محاسنها إن سرب الذهب. إذا استفز ذوي الألباب شرذمة أمضي بمحبرتي نصي هو الأدب. فكن لطيفا إذا جاءك نابخة كجدول دائما من جوده يهب. بقلم الشاعر العصام الداهلي الجزائري الحر. شكرا لكم على الإصغاء. شكرا.